السلام عليكم، كيف حالكم؟ وهذا برضو مقطع جديد علشان أدحر في هذول المطبلين. مطبلين ترى هذول مش مواطنين، تعرفون ليش؟ لأنه المواطن هو اللي يحاول يساعد يعني الناس في مشاكلهم، يحاول إذا شاف خطأ في البلد يحاول يصلحها، يتكلم فيها. لا، المطبل ما يبغاك تتكلم في أي حاجة غير إيش؟ ما يبغاك إلا تقول الله يسلمهم، الله يحفظهم، الله يطول بأعمارهم. هذه تربية خسيسة. هذه تدرون مين ذي اللي يسويها؟ هذه ما يسويها إنسان قليل شرف قليل حياة، يعني ما يسويها إنسان محترم وفاهم وواعي. لا أبدا أبدا، هذه ما يسويها الشرذمة هذه اللي الآن تستأجر نائحات مستأجرة. ممتاز. هذا اللي المطبلين. فما يهمنا حنا، يعني بما أننا حنا السحاب فما يهمنا نبح الكلاب. الكلاب تبقى كلاب مهما سويت معاه. إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث هو، فخلوا يلهث على كيفه. تمام، لا يهمكم المطبل هذا. ممتاز. لأنه هو أصلا يعني نهايته جزمة شخص. لو يجي لمه شخص ثاني يعطيه يقول خذ هذه كم قرش، يلا طبل لي، تقوي طبل له. يعني عرفت كيف؟ مثل حقين الدعايات والدعايات دول اللي يطبلون مش مواطنين يعني. فالمواطن اللي هو أنا وأنت، اللي نبحث عن الإصلاحات في بلدنا، نبحث عن التطور التقدم في بلدنا، نعالج مشاكل المواطنين، نحاول نساعدهم فيها، نتكلم في مشاكلهم ومشاكلنا. طبعا احنا مواطنين مثلهم، يعني مو أكثر ولا أقل. لكنك تتهم ان تقول انت ايراني، انت عميل، انت حوثي، ما ادري كيف. شوف يا حبيبي، على جزمتي انت وايران والحوثي، فهمت علي؟ وجميع دولة بالعالم على جزمتي. تمام. اللي يمثلني انا الشعب السعودي فقط. تمام، شعب الحرمين فقط. واذا انك تتكلم وتقول انت عميل وما عميل، العميل انت اللي تشوف مشاكل الوطن ولا تتكلم فيها. ادفو عليك وعلى من خلفك.